السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم وسهلا في حلقة الليلة من برنامجكم نادي الأدب. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين له نتناول موضوع البل بين الشعر العربي والقنا الحساني. البل موضوع له ياسر في الأدب العربي، وقنوا فيه الشعراء العرب وبدعوا فيه، وبطبيعة الحياة البدوية وصعوبتها ظهرت فائدة البل، وربات بينها هي والرجل البدوي أكثر من رابطة، الشيء اللي جعلها تقبض أهمية خاصة في حياة الشاعر العربي القديم، وجبر فائدتها في الحرب وفي الرحيل وفي الصبر على المكاره. المقنين البيضان حتى هم قناوا على البل وقالوا فيها ياسر زين، وباعتبار على الخيل ما كانت ياسرة حتى عند البيضان، اقبض الزال بلدها وقناوا عليه الشعراء، وارتفدوا له البنود ونهضوا عليه القزيان، وجابوا له سايق الكبارات في زمن الحرب، وارتفد عليه وبوه عليه وسدر عليه في زمن العافية. البل والقالوا فيها الشعراء بين الأدب العربي والأدب الحساني، وفايدتها في الشر وفايدتها في العافية هو موضوع حلقتنا الليلة. كعب بن زهير بن أبي سلمى شاعر قديم قد طهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقب آمن مولانا عاقب ذاك وقال قصيدة زينة على الرسول يشكر فيها ويعتذر له، ويقول في هذه القصيدة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول،
فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. أمست سعاد بأرض لا يبلقها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلقها إلا عذافرة فيها على العين إرقال وتبغيل. من كل نضاخة الظفر إذا عرقت، عرستها طامس الأعلام مجهول. ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق، إذا توقدت الخزان والميل. ضخم مقلدها فعم مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. يمشي القراد عليها ثم يزلقه، منها لبان وأقراب زهاليل. عيرانة قذفت في اللحم عن عرض، مرفقها عن بنات الزور مفتول. كأن أوب ذراعيها وقد عرقت، وقد تلفع بالقور العساقيل. شد النهار ذراع عيطل نصف، قامت فجوابها نكد مثاكيل. واليوم بشمان اليوم. وكعب بن زهير هون يبدأ قصيدته هذه مقدمة غزلية، وينصل على موضوع البلمنين. قال: أمست سعاد بأرض لا يبلقها إلا العتاق النجيبات المراسيل. وهون باقي يقول عنها بعيد قبال، على اعتبار عن المراسيل هذه تنقال للنياق السابقات. يمور ذي الناقة اللي تلحق بلد سعاد، وهذه منين قال: ولن يبلقها إلا عذافرة فيها على العين إرقال وتبغيل. ضخم مقلدها فعم مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. يمشي القراد عليها ثم يزلقه، منها لبان وأقراب زهاليل. عيرانة قذفت في اللحم عن عرض، مرفقها عن بنات الزور مفتول. وهون يوصف ذي الناقة العين عليها، ويقاني فيها الصفات الزينة كاملة. في نفس المعنى وفي نفس الموضوع يقول مغني قال له: أبو بكر والدوم حد ركب فات الليل ثقال، من تنبلين أرباع جمال، متملك بصل وملك حلال، ونوبة هامل متوحد. في بلد معلوم عليه جلال، لخريف وظهر ومستملد، ومنين تليسن في قدال، من دون عرك واحمر وقرد. مقافي نافد بالقبال فم ودش، ما هو متفقد كنا نواله من الأخوال، كانت شرق ودش ومنفد. نقولوا الأول ما يطوال بعاد على تن محمد، وتويسد بيته ماتت غالي قد بات حذا سند. وفطن ما هو عنه فتران، ولا هو خايف عنه يشتد جمله، ومنين الضوي بان. لرد الله قام والشد، ما له يطلص حيوانه لودش، ما جلودش بعد. وهذا الشعر هون يتناول الموضوع من بداية الطلعة، منين قال: حد ركب فات الليل ثقال، من تنبلين أرباع جمال، متملك بصل وملك حلال، لنوبة هامل متوحد. وهون يظهر عن ذا الشاعر يخاطب راسه ويسوله، كان حد شد على جمل عقاب الليل، لا يلوحه في ذا العين عليه. وعموما طلعة كاملة في الموضوع، ورسم فيها الشاعر نموذج من حياة البادية في الزمن الأول، وشد فيها أخبار رحلة معينة، وجاب فيها قدر من صفات البلد. تبالك حجرت بالي النار. وهون واضح عن هذا الشاعرين تناولوا نفس الموضوع وتناولوه بنفس الطريقة. كعب بن زهير قال عن سعاد هذه في بلد ما يقد حد يلحقها، ما هو الأجبر مركوب معين،
واعطى الصفات ذا المركوب، وقال عنه يا الله يعود معلوم وصبار وسابق. منين قال أمست سعاد بأرض لا يبلقها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلقها إلا عذافرة فيها على العين إرقال وتبغيل. والإرقال تنقال لقران، والتبغيل معناها الربعة، وذو نوعين من مشي البل. وابو بكر اللي تدوم حتى هو كان لاحق أخلاقه يلحق بلد معين، وقال عنه حتى هو إياكي قد يلحق ذا العين عليه لا بداله من مركوب معين. وعطى حتى هو الصفات ذا المركوب منين قال حد ركب فات الليل ثقال من تنبلين 4 جمال، متملك بصل وملك حلال لنوبة هامل متوحد، في بلد معلوم عليه جلال لخريف وظهره مستملد. يلين يقول في نهاية الطلعة ما له يطلص حيوانه لودش ما جلودش بعد. وهون يلاحظ عن نفس المعنى ونفس الموضوع اللي تناوله كعب بن زهير بن أبي سلمى في صدر الإسلام، وهو اللي تناوله أبو بكر واللي تدوم عاقب ذاك بزمن طويل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اتفقوا مولي هذو الشاعرين في المعنى وفي الأسلوب. من قال كعب بن زهير بن أبي سلمى يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل. والزهلول تنقال لزال لملد، واللبان تنقال للكركرة والله التين. وهون باقي يقول عن الصيدح العين عليها ناعم حتى وملد قبال إلى درجة انها ما يقد يرصع عليها القراد. وواضح هون عن ذا المعنى العين عليه كعب بن زهير بن أبي سلمى هو العين عليه أبو بكر واللي تدوم من ينقال في بلد معلوم عليه جلال لخريف وظهر مستملد. وهون يعودوا الاثنين تناولوا الموضوع من نفس الزاوية. الصغير والأخرين شويش ملاك تقيم لحظة يوقي يدوق شخصي فوق الواد خرج من دس يا لحظي وظنك يا خي ما بدأت له بعكاس من الواد. أراد لا تحيب لأخلاقه ولباس بقريب الطالب والليل واتل بعلم الغيبات ورياض وديم ألوات طريق النجناس بالغيبات العيرة ذاك ليل عيوات نجناس. ومن حرج جنون العباد ذم قليبات غران قداد ما هم موصوين بلا بلاد جدهم في ما تدرمات. حسيت بتخيل جدد إلهم حسيت مهبز إذا كان خلق اليوم مجال شوجهم تبين حس
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله شوب عاقب شوبت والول واكدد ومحهم فنقد توي جزميت وشفتم بالشبرة وجايبير وندات تنباك وشي كندد العين شافق الرقم التعارف لي بروان وما شفت وشت دبل يا عيني في عيني عيني في عيني والنظام غوق الرتتات عاق مشي عن الوديات عاقد مشي عن لديات ويني وباب دمكات والنجر قطرة يقلمبات والقليبات القبلتهم سود قلبها وتويق وناس وقليب حياك والعمود قليب قليب حياك حياك والعمود جيت الناصر دار الديات ولا بعد التعبد والندم على مذات والنية والداعود الندم على مذات والنية والداعود الندم على علم ما فات والنية والنية الشاعر الكبير محمد الطلبة مشهور قباله وغني عن تعريف وقط قال ياسر زين ومنه هذو الأبيات: أقول لراعي الذود بين شليشل ولبة والعينان تنهملان، يا راعي الذود الهجائن قف معي سقاك حظي ذو أجش يماني، ولا زلت في عرج تننج بكره وجلته ذا ثروة عكنان، أسائل عن حي الشقيقة إنني وإياك يا راعي لمستئلان، فقال انتموا للموج واحتث ظعنهم قدية حاد ليس بالمتواني، فكلفت همي إثرهم ذا علالة خبير بنص الوجد والذبلان، به ضلعان مستبان ومن يجد كوجدي لا يلوي على الضلعان.
ومحمل الطلبة هون يسوى رسالة عن فريق معين ويتناول الموضوع من بداية الطلعة من قال: أقول لراعي الذود بين شليشل ولبة والعينان تنهملان، أيا راعي الذود الهجائن قف معي سقاك حظي ذو أجش يماني. وينعت ارتباطه بذا الفريق وهميته عنده من قال: فكلفت همي إثرهم ذا علالة خبير بنص الوجد والذبلان. بنقل البيضان الحر تنزع الشبان والبيضان وخد حلان والناس الرفاع الرشيد وبلا زاد الفود الظن مطروح مرفود بلا قيد رفاد مصطاد وبرحان وكس حقادي بعيد يجار دومان مديان عليهم مدين رشيد على المنان لوان القصور وسال مجيد ايام باط ايام عيماد وليالي ودوار الغيد وفي الغيد مالك غزاد اللي تتحسر. في نفس المعنى وفي نفس الموضوع يقول سيداتي وللشيخ محمد الهيبة: لعدت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا زيق قوم روح من برواقة لملاقة، ومن برواقة لعتقاد دربو لو تاد تروح صاد معدل مشيك فيه جاد وتروح البل ملاقة المحاصر منزل بين واد العبد وكرب الناقة يا كان ينرقى ذي العاد مرقاها ما يتاقى وثقل عودان التنبار مني الزيق واوكار مسحوب وتير سواد رار مسحوبين والملاقة من برواقة لنوام قار الشار لمس ساقة ذا كامل نعمي لاق شار وربيعي لبخواقة والمولع بيها فاد مار وانت عند بلاقة وكريب الناقة وايدار بهانا شرقة لاقة ما ننظر ما هو كار مار وواقة تعقب واقة لعدت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا الزيق قوم روح من برواقة لملاقة. وسيداتي في الطلع يخاطب الزال كان عنده ينقال له الزيق ويقول عنه بالفازال من الروح له يروح عليه الملاقة، والملاقة هذه تنقال الملقى وادي العبد ووادي شياف. وينصل على الموضوع من بداية الطلع لعادت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا الزيق قوم روح من برواقة الملاقة. وعموما اطلع الثنتين في موضوع البل وصور فيهم الشاعر نموذج من حياة شاعر عاش والسدر في منطقة تيرس. اتفقوا هذو الشاعرين هون منين قال محمل للطلبة وسائلوا عن حي الشقيقة إنني وإياك يا راعي لمسائلاني، وقال سيداتي لمحاصر منزل بين واد العبد وكرب الناقة. وهون يتفقوا في نوعية ذلي لو ودولوا الاثنين. محمل الطلبة قال وسائلوا عن حي الشقيقة والحي تنقال الفريق والله المحصر، وسيداتي قال لمحاصر منزل بين واد، وهذا معناه عن قايتهم الاثنين وحده. اتفقوا ملي هذو الشاعرين من قالوا للطلبة يا راعي الذود الهجائن قف معي سقاك حظي ذو أجش يماني. وقال سيداتي مسحوب وتير سواد رار مسحوبين والملاقة. وهون اتفقوا في أهمية عندهم السحاب، وللطلبة قال سقاك حظي ذو أجش يماني، وسيداتي قال مسحوب وتير سواد رار. وهون تظهر عندهم الاثنين أهمية سحب ذي المناطق اللي عينهم عليها.
بين الحمى أوام السدر دم يا وبهذا أعزائي المستمعين نعود لحقنا باب الأسئلة، ولا نحتاج نعلو وصايا الأصدقاء البرنامج عنهم يواصلوا مراسلاتهم ومشاركاتهم في البرنامج. ومرحبا بهم كاملين وسهلا في أصدقاء برنامج نادي الأدب. في الحلقة الماضية سول المستمع الفاضل مهدي عن مولى هذه الطلعة يلي ميت بيك التدبير من قلة عقلك قاع الخير، ما تختار تموت وتختار رزقك يتلاحق لك من قط. علم عنك يعطيك الخير لا تخلط شي ما يخلط، هو العمر والرزق قداد، وهذا في اللوح قبيل انخط، وقد منين على واحد زاد ينخط على الأخر ينخط. وهذه الطلعة الشاعر ينقال له محمد ولا عبد الله ولا محمد ولا أسكر. ومشكور المستمع الفاضل مهدي على اهتمامه بالبرنامج، ومرحبا به وسهلا في أصدقاء برنامج نادي الأدب. السؤال الثاني في حلقة الليلة جل البرنامج من عند المستمع حبوها بابا، ومسول فيه عن مولى هذا البيت: رفاقي الضاعنين ترفقوا بي فقلبي في هوى ليلى عميد. وهذا البيت من قصيدة للشاعر عبد الرحيم البرعي، والبيت من قصيدة مطلعها: رفاقي الضاعنين متى الورود وذياك العذيب وذا زرود، فعوجوا بي على أثار ليلى فما يدري الغريب متى يعود. وزوروا شعبها فعلى فؤادي وقلبي من نسيمه برود. رفاقي الضاعنين ترفقوا بي فقلبي في هوى ليلى عميد. أعيدوا لي الحديث بذكر ليلى أعيدوه فديتكم أعيد. رعى الله الزمان زمان ليلى ولا رعي التفرق والصدود. فكيف يلومني في حب ليلى خلي القلب أدمعه جمود. وإن فتى رمته جفون ليلى ومات على الفراش هو الشهيد. ومشكور المستمع حبوها بابا على اهتمامه بالبرنامج، ومرحبا به وسهلا في أصدقاء برنامج نادي الأدب. قاعد فوق الصباط الوقحة مقدم مغرعيد لا نغرشت انه فوق ديار العين والقصر ونوشيد وقلاب وتمر ونفاط وريد ذاك من فريعات مسايد يتقطع الخور مساجد الصلاة رضيات الزرقيق من دحشة لا بدم دور راية بعد يجون عود رواية تشتد أخباري ونايا الكريفات تدرس ما جديد
يسول عن حد معايا متدارك له من بعيد قدام الدنيا مرايا ما خسرت ويتم واشيد وكفس ونامي والله ينتزل لك الدهر كيد يا ابن بناء البناء يا ابن والملوك العيد هياك ادري لبناي ترحم رجيتك وحيد يا اللي ما تفنى يا اللي ما تفنى ورجايا لا خاب بكرمك لا خاب ما بكرمك اسمك به لرفت اسمك عن الارض به مسخرناك في اسمك العظيم من اسمك ترحم به الليلوليات عدموم على كهل الهم تدبرت الدرجة والغل والعراق ما بحد يرى وفات وانت يا ربي عاقبك جيل احمد في بلد مقامات بوبون اللي حد رجاك حكمه يتيقن لجبات يا ربي ترحم يا الجليل جميل العبد الفقير اللي جاك وضافك نسيت وانت ضيفك في لباد احسنت احسنها في الليل والمقيد من المكرمات احسنها يا الله وحصيل رجاي يمون الصفات لا رضا من زقة نقيد نقي من السيئات وتروي من السلسبيل وتجازي احسن مجازات احسانك العبد المقتول عن جوا الحياة والرحمة وتلقي سرور العنيش من الحوريات وتزيد البركة في المولود من مراه يعود يا المعبود بسيط ملهود بالغ صيت والضربات بالغلوة بالساخة مولود حومات وكيف الجحومات يا المعبود وبيدي مقصود رجاعك باللي فات من ماشي إلين عود إلين عود وكيف اللي تعجل الحمد لله جواد المريض والتمرد الله ليك بعاد الدهر اللي خلاك وصلت حالة البلاد وعدت انت للي شاف ما انت ذاك وعاد ما ودار قلاك وعدت انا ما نسات سيدي محمد انا ما ماني
إيمان ذات سيدي محمد. ولاد العزيز السؤال الثالث في حلقة الليلة جاء البرنامج من عند المستمع الدحى سيدي عثمان ومسول فيها عن مولا هذه الطلعة. خالق شي من الأغياد عليه مثقل عاد مسواكك ما هو قاد بيه ويبقي نعطيه. قرنا العراد مسواكك إذا شفتيه ما نعطيه ولا زاد نهديه ولا نعريه. وهذه الطلعة المغني قال له محمد والمحمد والموسى. ومشكور المستمع الدحى سيدي عثمان على اهتمامه بالبرنامج ومرحبا به وسهلا في أصدقاء برنامج نادي الأدب. أنا شفت ولاد مشى بضرر في تعليمتي وتركت وعملت ارتكاب الذنب أخف الضرر. السؤال الرابع والأخير في حلقة الليلة جاء البرنامج من عند المستمع حمادي الناجم ومسول فيه عن مولا هذا البيت: فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي.